السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. شايفين بقى الجمادين والحاجات الخطيرة دي؟ حاجات تفتح النفس بجد. لو حتى شبعانة هتجوعي بعد ما تشوفي المنظر ده. النهاردة عاملين بروسكيتا. هي وصفة إيطالية، حاجة كده آخر جمدان. سهلة جدا وسريعة جدا، كل واحدة من التوست دي هتطلع معاكي بطعم مختلف من الإضافات اللي انتي هتضيفيها عليها، من الحاجات المميزة جدا لأنها تقدري تعملي فيها اي حاجة انتي بتحبيها وتطلع تحفة جدا. وسهلة طبعا في طريقة تحضيرها، يعني ما فيهاش اي حاجة صعبة. وزي ما انتوا شايفين الطبق الخطير، تعالوا بينا نشوف المقادير. اول حاجة البانيه جبناه وبنقطعه كده زي ما انتي شايفة، فتي كده صغيرين، يعني بتعملي السمك اللي انتي عايزاه، يعني نفس حجم تقطيعة التوست كده. وعلى فكرة العيش ده طبعا موجود في مصر، بيتباع في السوبر ماركت، بيبقى كامل كده وانتي برضو بتقطعيه. اول حاجة هنا انا فرمة معلقة من الثوم المفروم، وحطيت عليها زيت زيتون، وهغلف كده التوست بتاعي او الباني بتاعي بزيت الزيتون والثوم. ده هيديله بقى طعم خطير، هيمشي معاكي في كل الوصفات، هيبقى اسطبيني جدا مع اي حاجة انت هتعمليها. وتاني حاجة بقى احنا هنعمل اول واحدة اللي هي النورمالي او العادية خالص، البروسكيتا العادية اللي هي بتبقى طماطم متقطعة زي ما انت شايفة كده، ضربتها في الكبة ونزلت عليها بشوية من الثوم المفروم وبارميجانو وحبة من الاوليو دي اوليفا وحبة من البازيليكو اللي هو الريحان، وهنحط رشة من الملح صغيرة. ودي بقى تقدري تاكليها كده خطيرة، هي كده اخر جمدان. بس انا هحط بقى شوية تشكيلات عليها. حطيت واحدة حطيت عليها البيشي دي سبادا اللي هو الافوموكاتو، اللي هو سمك ابو سيف الافوموكاتو ده، تقدري تحطيه على حطيت الطماطم الاول وبعدين رحت احط عليها البيشي دي سبادا. وهنا حطيت البيستو ده بيبقى ريحان مفروم زي ما قلت لكم قبل كده، بيبقى محطوط عليه مكسرات، وساعات بيبقى معمول بالثوم بس والبازيليكو اللي هو الريحان يعني، وبيبقوا مفرومين كده، وبيبقى طبعا طعمه خطير جدا. وحطيت عليها موتزاريلا اللي هي موتزاريلا دي بوفولا. والتالتة بتاعتنا هحط برضو من البازي بتاعنا اللي هي البومودور اللي احنا عاملينها، وحطيت كمان عليها تونو. ودي برضو كانت من الأطعم الجامدة جدا، اللي بالتونو دي كمان جامدة جدا. كمان اللي بالبازيليكو والموتزاريلا كانت جامده جدا. حطيت كمان عليها اوليفا كده زي ما انتم شايفين. طبعا البانيه ده انا حطيته في الاير فراير، تقدري تحطيه في الفرن تحت الشوايه ياخد معاكي بس تحميصه، وتعملي بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها. حطيت بقى في دي هنا بيستو، برضو حطيت عليها بيشي دي سبادا، وحطيت شويه من البومودوريني الجالي عشان بيبقى مسكرين قوي، وبرضو كان طعمه تحفه جدا. دي هنا حطيتها برضو طماطم تاني وموتزاريلا، عشان عندي الاولاد بيحبوها قوي. وده الشكل النهائي، خطيرة جدا بجد، طعمها كمان تحفة 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 تحفة. وانتي واقفة كده هتعمليها، وعلى فكرة بتبقى مشبعة جدا والاولاد بيحبوها قوي. وكفاية ان طعمها تحفة جدا، يعني انتي لو مستعجلة عايزة تعملي اي حاجة سريعة وعندك الباني ده، تقدري تعمليها بالشكل ده والاولاد هيحبوها قوي. وهتبقى طعمها تحفة جدا. ممكن تعمليها كوجبة عشاء، ممكن تعمليها كمريندا للأولاد لما يجوا من المدرسة، يعني حاجة كده خطيرة جدا. ولو شايف الفيديو للنقطة دي متنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. بصي الأشكال بقى شكلها تفتح النفس ازاي، خطيرة بجد. ما تنسينيش بقى من اللايك وتشاركي الفيديو مع صحابك، اعملي مشاركة من على صفحتك علشان صحابك يشوفوا الفيديو، وكمان يوصلهم كل جديد زي ما بيوصلك كل جديد. لو بيعجبك فيديوهاتي وبيعجبك المحتوى بتاعي، يا ريت ما تنسينيش من لايك ومشاركة للفيديو وكومنت جميل، وتحفظي الفيديو عندك علشان يفضل عندك على طول. وما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات الصلاة على النبي وبون ابيتي.